ربوع بلادي الحبيبة ليبيا. دائما نلتقي وإياكم في كل جمعة مع برنامجكم، برنامج كل الشعب الليبي، برنامج حقائق مع مسؤول وزير أو رئيس أركان. اليوم يشرفني لينضم إلى أسرة البرنامج أحد الوزراء، ألا وهو معالي وزير الإسكان والمرافق الدكتور علي الشريف. أهلا وسهلا بك معالي الدكتور ومعالي الوزير أيضا في برنامجنا. أهلا وسهلا بك صراحة، بارك الله فيك، وتحية لك ولكل مشاهديك. إن شاء الله اليوم حيكون برنامجنا خفيف على الناس بإذن الله تعالى، لكن حنخرجوا ونشوفوا تقرير تريحوا فيه شوية، ومن ثم نعودوا بإذن الله تعالى. السادة المشاهدين الكرام، نخرجوا نشوفوا تقرير مع معالي الوزير ونرجع. الذي تشاهدونه أمامكم أعزائي المشاهدين ليس بنهر، وأيضا ليس بمياه صالحة للشرب، وإنما هي مياه تصريف مجاري. الصورة واضحة أبلغ من الحديد. أعزائي المشاهدين، نحن الآن في مدينة طرابلس، بالتحديد في شارع المعري، وأيضا بالتحديد خلف برج طرابلس، حيث المبنى السكني المتهري الذي نحن الآن فوق الأسطح نلتقي خلال وجودنا في هذا المبنى أحد سكان المبنى. مرة تجي لجان هندسية من المرافق سابقا وتقول لك ان العمارة صالحة للسكن، وبعدين نكتشف ان التقرير مكتوب ان العمارة صالحة للسكن، وانت طبعا عندك الصورة خير دليل تو تشبه في وضع العمارة شبه آيلة للسقوط، او آيلة للسقوط بالاحرى. هو يقول لك في البنية التحتية ماشية في طرابلس، يجي يشوف البنية لا تحتية لا فوقية لا وسطية، ما خلينا شيء يا شيخ من الصفر هذا، وإن شاء الله أمورنا على كيف. سوق جمعة العمروس المهمشة مجاري يعني في أمراض لأهالي المنطقة، لأن لم تقوم لها بنية تحتية أبدا طوال الفترات السنوات الفاتحة، وتلاحظ أن ناسنا مرضى وناسنا واحد من السبب، وأطفالنا بالذات في مرات المدارس لا يستطيع أن يوصلوا إليها. نحط بين الرحال في منطقة تجورة، وبالتحديد في منطقة سيدة خليفة، حيث تشاهدون أمامكم مستنقع مياه المجاري، مياه تصريف العمارات سيدة خليفة. كما تشاهدون أعزائي المشاهدين، الصورة أبلغ من الحديد. الإذاعة كما تشاهدون الآن، هذه هي الإذاعة كما تشاهدون الآن. 12 سنة صيانة واقفة تماما على العمل. طبعا هذا هو المبنى اللي واقف على العمل، مبنى الاستوديوهات، هذه الإذاعة على الراديو، وهذا التلفزيون في جنب على طول. سنكمل اللي وراها من مدة 18 سنة هي واقف الصيانة فيها. فكنا ممنوعين في 76، كنا ممنوعين من البث لعلم 2011 17 فبراير 2011 يوم 22 فبراير بالضبط انشقت هذه القناة الوطنية بفعل شبابها، ونقلنا وانشقينا على الطاغية فعلا من يوم 22 فبراير. والله ما ادري يا سيدي ناصر مطلوب، والله خلاص انا بخاطر نقول وخلاص، ايش ما نقول والله مقيولة تحكي قدام احمد. لا في هذا ولا في هذا، نحن في كل واحد مقابل ذلك كرسي ما راعيش في ربه في ليبيا بس.
رغم مضي أكثر من عامين عن التحرير، إلا أن أحوال البنية التحتية السيئة لا زالت كما هي. لسان حال هؤلاء المتضررين يقول: يا أبو زيد كأنك ما غزيت. وأنا أيضا أقول: إنهم يستغيثون فهل من مغيث؟ لبرنامج حقائق، قناة ليبيا الوطنية، لمين رقابي، طرابلس. شكرا لمراسلنا الأمين الرقيبي على هذه المراسلة الرائعة. وهي في هذه المراسلة كان في يعني دمج بين الأحياء في مدينة طرابلس وأيضا إذاعة ليبيا الوطنية فرع بنغازي وحالها اللي حتى الآن حنتناقشوا عليها وحنتحاوروا عليها، لأن يعني قاعد موضوع معروف معالي الوزير أن الأحوال البنية تاع ليبيا معروفة 42 عام الآن هي على عاتق الوزارة اللي موجودة الآن. لذلك معالي الوزير يعني حتى الآن الوزارة عمرها نستطيع أن نقول 6 أشهر أو 4 أشهر، ونعرف أنه وقت قليل جدا على صنع مستقبل جديد. ولكن حتى الآن ما الذي تغير في وزارة الإسكان والمرافق؟ سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. هذا إرث حقيقة ضخم كما ترونه، يعني أحسن المتحدث أن قال يعني الأمور على ما هي عليها، يعني لأن هذا الذي ورثناه يعني. وعندما فاقت يعني الدولة قبل الثورة يعني ولاحظت يعني الآثار الدمار اللي حاصل، فشرعت في مشروعات عديدة جدا لتلافي هذه الإشكاليات من مشاكل البنية التحتية ومشاكل عجز في الإسكان. وشرعت في مشروعات عديدة جدا، ولكن كعادتنا يعني هذه العقود والمشروعات لم تستكمل يعني التخطيط الكافي والتصميم اللازم والدراسات الصحيحة، حتى لما تنطلق بدون توقف، بدون إشكاليات، بدون عقبات، بدون صعوبات، بدون تحديات. ولكن لم يحصل ذلك. معظم هذه العقود توقعت في 2007 و2008، وكان مستهدف لها أن تنجز في 2010. يعني نحن عند 2011 ولما حصلت الثورة المباركة، قبل هذا يعني لم تستكمل هذه المشروعات كما نعلم، يعني للعوائق اللي موجودة فيها والتصحيحات اللازمة لهذه العقود يعني. نعم. فأنا أقول بالنسبة للبنية التحتية، نحن نعلم أننا يعني نحن في مشكلة كبيرة لما نتكلم عن البنية التحتية، ونحن على وعي كامل بهذا الكلام، ولكن العلاج لا يأتي في سرعة. أنا نعطيك بعض البيانات. يعني البنية التحتية لما بعد الثورة واستلمنا يعني هذه الإرث، يعني حوالي أقل من 6% من المياه السوداء هي التي تعالج. يعني كل مياه السوداء يعني التصريف الصحي هذا وين حتكون ماشي، يعني يا إما يعني اتجاهها يا إما في البيارات يعني اللاجونز، هذه البحيرات اللي شفنا منها الآن